هنعمل مع بعض النهاردة ضجية السلطان أو عمامة السلطان. هي عجينة البريوش بس هنعملها بشكل جديد بعجينة طرية وهشة وخفيفة كده زي القطن. شايفين طراوتها وجمالها؟ يلا نشوف عملناها ازاي. ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله ونبتدي الوصفة. ضفت نص كوباية من اللبن اللي هو الحليب الدافي وعليهم نص كوباية مية دافية، وهنا ضفت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ورشة من الملح، وهنزل عليهم كده بربع كوباية من الزيت. هدوبهم كويس مع بعض وأضيف عليهم بياض بيضة، والصفار هنستخدمه ورا. معايا هنا 5 معالق كبار من السكر ضفتهم عليهم وهدوبهم مع السوائل دي لحد ما اتأكد ان السكر داب. وبعد كده معايا هنا كيس من الفانيليا علشان يعني بياض البيض، مع اني مش هنشم له اي ريحة خالص. وهنا هضيف كوبايتين من الدقيق، انا معايراهم بمج الشاي العادي. هنعجنها كده زي ما احنا شايفين، وبعدين هنزل عليها بكوباية ونص تاني كده من الدقيق، وهفضل اعجنهم لحد ما المكونات كلها كده تختلط زي ما احنا شايفين. اهو شايفين بقيت معايا كده عجينة طرية وحلوة. مجرد كده ما المكونات كلها اتلمت مع بعضها واختلطت كويس، هبتدي اقسم العجينة لنصين. شايفين اهو العجينة كده طرية وحلوة معايا اهو. بعد كده هقسمها لكورتين قد بعض. بعدين هجيب على جزء منيهم هضيف عليه حوالي معلقة ونص من الكاكاو، معلقة ونص كبيرة من الكاكاو الخام، وهننخلهم علشان الكاكاو بيكون كده فيه اهو تكتلات لو ملاحظين. بعد كده ضفت مكعب من الزبدة، والزبدة دي طبعا بدرجة حرارة المطبخ، وكده هعجن فيهم كويس لحد ما الزبدة والعجينة البيضة والكاكاو يتجانسوا كده مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. هنلم العجينة كده ونغطيها بكيس ونشيلها في مكان دافي ونسيبها لحد ما تخمر اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هعمل في العجينة اللي بالفانيليا نفس الطريقة. العجينة اللي بالفانيليا ضفنا عليها نفس مكعب الزبدة وهنعجنها كويس اهو زي ما احنا شايفين. اهم حاجة كده ان نعجن لحد ما الزبدة تدخل كده في العجينة كويس. وبرضه هغطيها وهحطها جنب اختها وهسيبها تخمر. هنحطها في مكان دافي، هتاخد معانا حوالي ساعة عشان الجو البارد اللي احنا فيه. اهي كده هي خمرت معايا. ههبط الخمر زي ما احنا شايفين، وبعد كده هحط رشة من الدقيق وابتدي افردها. العجينة على شكل مستطيل. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة ياريت يسعدنا باشتراكه وينورنا في القناة. اهو كده فردتها على شكل مستطيل، ولو فيها كده حاجة حابة تتظبط كده بشدها بايديا واظبطها. وبعدين هنجيلها على الصينية بس علشان المساحة عندي مش هتكفي افرد التانية جنبها. وهنا انا فردت العجينة التانية اللي بالكاكاو، وبرضو هفردها على شكل مستطيل ونفس مقاس العجينة الاولانية. اللايك يا حبايبي فضلا وليس امرا. كده فردت العجينة البيضة، هاخدها كده واحط العجينة البنية هاخدها كده واحطها على العجينة البيضة زي ما احنا شايفين. طبعا اللي هظبطها كده بحيث يتساوي يكونوا الاتنين قد بعض. هنا كده بعد ما ظبطت العجينتين على بعض، معايا هنا شوكولاتة خام مبشورة هحشيها بيها. انتي حابة تحشيها شوكولاتة، حابة تحشيها مربى، حابة تسيبيها سادة براحتك. يعني في تلك الحالات كلها شغالة وطعمها بيكون
جميل جدا في النهاية كده. لما بتكون محشية بتدي على السينابون شوية. بعد ما حطينا كده الحشوة هنبتدي نعمل شرايط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنبتدي نلفها بالشكل اللي احنا شايفينه اهو. يعني احنا كده الجزء اللي عملناه شرايط ده اقل من نص العجينة. سيبنا الجزء الاكبر للي فيه الحشوة. هبتدي ابرم الشرايط بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بمسكها والفها بايديا كده لف زي ما احنا شايفين. وهبتدي الف الفطيرة اهو كده. وضح الشكل معانا. حطيتها في صينية مدهونة دهنة زيت كويسة. وده شكلها بعد ما اختمرت. سبتها في مكان دافي واختمرت. خدت معايا حوالي ساعة وربع. بعد كده هدهنها بصفار البيض اللي ضفت عليه معلقتين لبن ونقطتين من الخل. خانين الفرن من قبلها وبندخلها على درجة حرارة عالية مع المتابعة المستمرة. وطبعا كل واحد فينا عارف نظام الفرن بتاعه. أول ما بتخرج من الفرن بنديها دهنة كده بالزبدة علشان تعمل لها طراوة وتديها ريحة وتطعيمة حلوة. بتختبريها طبعا كده بعصاية الشيش طاووق تشوفيها إذا كانت استوت ولا لسه عجين من جوه. غطيها بستريتش او كيس نايلون علشان ترد من حرارة الفرن. هسيبها كده مغطية حوالي 10 دقايق. وهتشوفوا طراوتها دلوقتي دي اهو. شايفين طرية وهشة ازاي؟ وشايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واخدة لون جميل. شفتوا واخدة لون حلو خالص كده من الناحيتين. هقطعها لكم علشان نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين الحلاوة والجمال؟ طرية وهشة. شايفين الشوكولاتة فيها؟ لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا لايك، حطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة ياريت ينورنا بالاشتراك. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.